رئيس الفيفا يثور غضبا ويكشف مؤامرة الحكم الإكوادوري ضد المغرب، ولجع يكشف المستور ويفضح الحكم الإكوادوري. ولكن في البداية عطر فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت تتفق أن المنتخب المغربي تعرض لمؤامرة، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أدلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتصريحات خطيرة إلى موقع أفريكا سبورت الجنوب أفريقي، وقال: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فحص الشكوى المقدمة من السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، وهي الاعتراض على أعمار لاعبي منتخب مالي. فأربع لاعبين من منتخب مالي يتعدوا 26 عام، ومنتخب إيران أيضا زور في أعمار اللاعبين. والحكم الإكوادوري لم يلجأ إلى الفار بعد استدعائه لاحتساب ركلتي الجزاء للمغرب. والحكم الإكوادوري باتيستا تم التحفظ عليه والتحقيق معه إلى مسمى آخر. وأكد السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بأن المنتخبات المغربية دائما تتعرض للظلم التحكيمي، وخاصة أن كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار على الأبواب، فالمغرب تستحق أن تفوز بكأس الأمم الإفريقية لأنها تمتلك أقوى منتخب في العالم وإفريقيا، ولولا الظلم التحكيمي لفازت المغرب بكأس العالم. فهناك حقد عالمي على المنتخبات المغربية.